نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كريستين مصري صديق كليني. النهاردة الحد 15/2. يا جماعة أنا عايزة أوصل لكم وأوصل لأي حد بيسعى في موضوعي داخل في موضوعي من أي ناحية ومن أي جهة. أنا مسلمة وبكامل إرادتي ومش مخطوفة، وأنا اللي خارجة من البيت بكامل قوايا العقلية، وأنا اللي عايزة كده، ولا حد ورايا ولا حد جنبي ولا حد قدامي. وأنا عايزة أوصل لأبويا رسالة علشان خاطري مش هينفع اللي انت بتعمله دوت، واذية الناس مش هتجيب اي حاجة غير اذية ليكوا واللي حواليكوا، ومش هتعمل اي حاجة، لان فعلا محدش ليه ذنب في اللي انتوا بتعملوه، ومحدش ليه دعوة بيا في اي حاجة. وانا مشيت طريقي والله العظيم ما هرجع لاي سبب يا جماعة، وبجد مش هتعرف ترجعني. بلاش اللي انت بتعمله عشان ملهوش اي داعي من اي اساس اصلا. وانا كان لازم امشي واسيب البيت بعد اللي حصل، بعد ما عرف ان انا مسلمة، وانا مسلمة من بدري جدا بس في السر. اول ما ابويا عرف ان انا مسلمه كان لازم امشي واسيب البيت، ما كانش ينفع اقعد، اني لو قعدت كنت اموت. فيا روح ما بعدك روح. ويا ريت يا ريت الجواب اللي انا كاتباه كمان يا بابا يطلع عشان كل الادله تكون طالعه، مش تطلع اللي على مزاجك واللي مش على مزاجك ما تطلعوش. انا ده كل اللي عندي، ويا جماعه انا مش هرجع، وانا مسلمه غصب عن عين اي حد، ودي علاقه بيني وبين ربنا، ومحدش ليه علاقه ان هو يتدخل فيها اصلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعة أنا مش هرجع، وأنا مسلمة غصب عن عين أي حد. يا جماعة أنا مش هرجع، وأنا مسلمة غصب عن عين أي حد. فأنا عايز أفهم، كل أخت تسلم ياخدوها يخطفوها زي ما حصل في الهرم أيام برضو أختنا كاميليا شحاتة لما أسلمت وبدأت تظهر، اتخطفت أخت من شقتها من الهرم، راح أخوها وابن عمها خطفوها. أين ذهبت أختنا كاميليا شحاتة؟ ليه ما تطلعش على أي فضائية وتتكلم وتقول أنا أصبحت نصرانية ورجعت إلى هداي وكنت ضالة وكنت مش عارف إيه والكلام ده؟ ليه ما تطلعش تقول الكلمتين دول إذا كانوا صادقين حقا؟ لكن في إنسانة مخطوفة لأنها تدينت، تيجي الإنسانة المخطوفة تطلع على التلفزيون تقول أنا بقيت نصرانية، ريحوا نفسكم. بس تطلع في لقاء مع لقاء مع البابا شنودة عندي على السي دي، بتقول له وفاء قسطنطين هل هي حية؟ قال لها أيوة حية. قالوا طب عايزين نشوف. وتطلع على أي قناة فضائية تقول يا جماعة أنا كنت أسلمت وهذا كان طيشا مني، ولكن رجعت إلى الرهبانية مرة أخرى وهذا ديني الأخير. إحنا كمسلمين هنسكت. وأنتوا بتدافعوا عن مين؟ واحدة بتقول أنا رجعت، إن شاء الله يكونوا ممليينها، إن شاء الله يكون مديلها إبر عشان تبقى مسطولة، إن شاء الله يكون من كتر التعذيب هتقول ضد ما تعتقد. بس لو طلعت على الأقل وقالت أنا أصبحت نصرانية ورجعت، إحنا مش هيبقى لنا عين نتكلم. خلاص؟ فقام قال لها إيه؟ قال هو في جثة، هو في دعوة قتل بدون جثة؟ هاتوا لنا الجثة. كلام لا يمكن يقبله طفل سنه 6 سنوات. واحد خد الجثة ودفنها وبقول لي أنت تزعم أنه قتل، طب هات لي جثته عشان أسلم لك إنه قتل. وبعدين كوني هتطلع في قناة فضائية ولا بتاع، ده تدخل في الحرية الشخصية. شخصية مين؟ شخصيتك ولا شخصيتها؟ فين الحرية؟ حرية إيه اللي بيتكلموا عنها؟ عايزينها تطلع لأننا نزعم كما يقول بعض الناس أنها قتلت أو أنها لا تزال حديثة الدين، عشان ما تشعلوش فتيل الفتنة مرة أخرى طلعوها لنا على قناة فضائية وتقول أنا تنصرت. ساعتها اللي يتكلم مننا تتقطع رأسه.
والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم المرسلين وأشرف الخلق أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين. أنا نسمة جمال أنور. الحمد لله ربنا أنعم عليا بنعمة الإسلام، وأصبح اسمي دلوقتي مريم أحمد محمد، ودي شهادة إشهار إسلامي بعلنها قدامكم إن أنا أصبحت من الآن مسلمة، ومحدش خاطف حد ومحدش خاطفني، ومفيش بنت مسيحية تتخطف من أي حد مسلم. اللي بتأسلم بمزاجها وبإرادتها وبكامل قواها العقلية، مفيش حد بيجبر حد على الإسلام. وبناشد السيد الرئيس محمد حسني مبارك أن يحميني ويقف معايا، لأن احنا في دولة إسلامية المفروض يبقى فيها الإسلام الناس كلها تبقى مسلمين. وبناشد فضيلة الشيخ الأزهر إنه يقف معايا ويحفظني ويحميني ويكون معايا، وما ينفعش نكون في دولة إسلامية ومش عارفين نشر إسلامنا. وبناشد كل بنت مسلمة وكل ست إنها تلتزم بالحجاب وبالنقاب وبالزي الرسمي للإسلام، لأنه بيحمي البنت وبيديها عليها. محمد، أنا مارينا زكي متى، ساكنة في الأنطرة شرق إسماعيلية، طالبة في كلية الآداب جامعة قناة السويس، قسم جغرافيا. أنا مسلمة، دخلت دين الإسلام عن قناعة. اسمي مريم محمد أحمد محمود. محدش غصب عليا في حاجة، أنا داخلة بكامل قوايا العقلية ومقتنعة بكده كويس جدا، وبهدي الرسالة دي لأي حد مش قابلني أو بيقول عليا كلمة مش حلوة. أنا ربنا عالم باللي فيا، وأنا داخلة كده مقتنعة جدا 100%، وبهدي لكل واحد بقول ربنا يهديه وربنا ينور طريقه ويهديه للدين الصح اللي هو دين الإسلام. وأنا أشهرت إسلامي في الأزهر، ومعايا ورقة إشهار بتثبت إني رسمي يعني دخلت الجامعة الأزهر وأشهرت إسلامي. وبطلب من كل مسلم ومسلمة من الإسلام نفسه إن هو يحميني. وبقول لكل حد بيقول مظاهرات وبيعمل حاجات، انا مقتنعه بكده تماما، وانا مش مخطوفه ومش مغصوبه عن حاجه. وبدي لكل واحد الهدايه، وبقول له يقف معايا ويحميني وينصرني ويقويني على اللي انا عملته واللي انا عايزه اعمله. قلبي بذكرك يطمئن، يدعوك ربي العليا، سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. قلبي بذكرك. أنا بطالب شيخ الأزهر ورئيس الجمهورية إن هو يحميني، وبقول للي عاملين مظاهرات ان هم يرجعوني عن الدين الاسلامي، بقول انا مش هرجع، انا مقتنعه باللي انا عملته، وانا مسلمه وعايشه مسلمه وهموت مسلمه. يطمئن يدعوك ربي العليا، سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. يدعوك ربي العليا، سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا. شكرا لما أهديت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. أنا اسمي منال رمزي عزمي مملوك، طالبة بكلية جامعة جنوب الوادي قنا، كلية الآداب قسم علم اجتماع. الحمد لله قد تيسرت الأمور، وربنا سبحانه وتعالى أراد أن أنا أدخل الإسلام ويتعزز قلبي به وينور عقلي به. الأمور حدثت والحمد لله رب العالمين. في غضون الكلية
تعرفت على فتاة طالبة جامعية، قد يعني تحاورنا في الدين، وكنت لا أعلم شيء عن العهد القديم تماما إلا دراسات، يعني مجرد دراسة يعني مش كدراسة للفهم أو لدراسة العقيدة أو إلى آخره. فنبهتني إلى بعض الأمور موجودة في الكتاب المقدس أو مزعوم بأنه مقدس، لم تكن تخطر ببالي أبدا أنها بهذا الشكل. وبالصدفة وقع في يدي كتاب اسمه ما يجب أن يعرفه المسلم عن الكتاب المقدس. هذا الكتاب به الشبهات التي تتواجد في الكتاب المقدس، ولم أصدق أنها موجودة في الكتاب المقدس، بالعكس تابعت الشواهد وقارنتها بها لقيتها موجودة بالفعل، وأشعرت وكأني صدمت وأنني عشت 18 سنة في حالة باطل وكذب وخداع. إزاي أنا كنت بؤمن بأشياء لا تتفق لا مع المنطق ولا مع العقل. فاليوم الحمد لله رب العالمين تم إشهار إسلامي في يوم 10 شوال 1431 في يوم 19 سبتمبر 2010. الأمور حدثت يعني بتقدير الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. أنا الأول كنت متشككة جدا في الإسلام، وعلى حسب بيئتي اللي تربيت عليها إن الإسلام ده دين كفر ودين إرهاب ودين يعني لا يؤدي إلى صالح أبدا في الحياة. نتيجة طبعا الكنيسة كانت تقول ذلك لكل الفتيات المسيحيات، كانت دائما تحشو عقولهن بكلام فارغ، وتقولون أن الإسلام يريد استغلال الفتيات المسيحيات كي يقعن في شبكة الإسلام واستغلالهن استغلال سيء، وهذا كلام خاطئ. وأنا يعني شاهدت هذا بأم عيني، أنا كنت فعلا معتقد هذا الاعتقاد، ولكن جرت الأمور طبيعي جدا الحمد لله رب العالمين. لم يستغلوا أي فتاة مسيحية من قبل، بل بالعكس والله يعاملهن معاملة حسنة. لا إله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا آمنت بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره وبرئت من كل دين وخالف دين الإسلام وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا. هي سورة إشهار إسلامي. أنا استخرجتها النهاردة فرحانة بها جدا جدا، لأني أصبحت مسلمة في دين الإسلام. فلو حد سأل أنا ليه دخلت الإسلام فهي جوابها جواب واحد فقط: كي أربح الجنة، يعني كي أربح الجنة، ولا أستطيع أن أربح الجنة إلا في ظل الإسلام.
وأحب أوجه رسالة أو نداء إلى عائلتي، إلى والدي العزيز ووالدتي العزيزة. والدي اسمه رمزي عزمي مملوك. يا والدي العزيز، إن كنت أخطأت في حقك في يوم فسامحني، ولا تعتبر الذي فعلته هذا خطأ. لا يا والد، ولا تقلق علي ولا تقلق بشأن أموري. أنا متواجدة بإيد أمينة وقادرة على حمايتي، ولن تأذيني ولن تضر بي بشيء كما تظنون. أنا أعلم جيدا أن حضرتك في اللحظة دي وفي الوقت ده فاكر إن هم ضروني أو أذوني أو ضغطوا علي أو إن هم مسكوا علي أي شيء يستطيعون به إجباري على الإسلام. لا يا والدي، لا ولا شيء من هذا القبيل نهائي نهائي يا والدي. يا والدي العزيز، كل اللي حصل بحق إرادتي وباختياري وبحريتي كاملة، ولم يضغط علي أحد كما يظنون المسيحيون والمسيحيات، وكما يحشون الخادمات في الكنائس في عقول المسيحيات بأن هذا الشيء سيؤدي إلى نهاية الفتاة وإلى ضررها وإلى أذيتها. لا والله العظيم، لم يؤذني حتى أي أحد حتى الآن. وانت يا والدتي العزيزة، أنا أعرف أنك قلقانة علي وخايفة علي جدا وتحبيني جدا جدا جدا، فأنت أمي ولك علي كل الاحترام والوقار. يا أمي العزيزة، لا تقلقي علي، لا تقلقي علي، لا تقلقي علي، فأنا في إيد أمينة، والله العظيم في إيد أمينة. والإسلام يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقني، فهو كفيل بحمايتي. أرجو بس أنك أنت تدعي لي أن ربنا يثبتني. يا أمي حاولي، ده أنت إنسانة مثقفة وإنسانة ذو علم، تفكري إزاي أنت مؤمنة بالمسيح على إنه إله. يعني فكري في وقت صلبه، من الذي مات على الصليب يا أمي؟ الإله أم الإنسان؟ إن مات الإله فكيف كانت البشرية تضاع؟ إن كان الإنسان فكيف يكون هذا الله؟ اللاهوت أم الناسوت الذي مات على الصليب يا أمي؟ وأنت يا أختي العزيزة قد وجهت لك هذا السؤال من قبل ولم تستطيع الرد عليه، ولم تستطيع الرد عليه نهائي. بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، فكروا في الكلام ده، اوعوا تفتكروا الإسلام وحش. أنا عارفة إن أنتوا يعني دايما تفكيركم إن الإسلام نو تاتش. لا، إذا مسكتوا القرآن الكريم وقرأتوا فيه، اقرأوا فيه، حاولوا تقرأوا فيه وتشوفوا فيه الكلام الحلو. أنا عارفة إن أنتوا مشوشين بكلام الشبهات الموجودة في الإسلام، ولكن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا رحت سألت التخصص بتاع الشيء، شيء دائما تقولي يا أم كل شيء في مجاله وكل شيء في تخصصه. أنا رحت سألت الشيء من عقل ضارب. بالله عليك يا أمي، بالله عليك يا أمي، أنا عارفة إنك أنت إنسانة مثقفة وذو علم. بالله عليك فكري أنت وأخواتك. أختي اسمها مريان، سنها 21 سنة، أكملت يعني أنت عاقلة وراشدة، تستطيعين التفكير بنضج. فكري يا أختي إزاي أنت مؤمنة بأن المسيح عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي في الجبل يندي الملاك ليقويه، إذ كيف تؤمنين أن هذا إله ويندي الملاك ليقويه؟ الله ضعيف حتى يقوى معاذ الله. لا يا أختي، لا يا أختي. وأنت يا أخي الكبير اسمه مايكل، وفي الشهادة الشمسية بتاعته اسمه ميخائيل. بالله عليك يا مايكل، أنت إنسان ذو فكر عميق وذو قلب رقيق وذو عقل، يعني ذكاء. بالله عليك استغل ذكائك في الصالح يا أخي العزيز. لا تظنون أن هذا يعني الذي فعلته ده شيء يضركم. دي حياتي. أنا حبيت أن باقي العمر اللي أنا عايزة أقضيه في رضا الله سبحانه وتعالى. ولا مش معنى كده أن أنا عايزة أغضبكم، لا والله العظيم. وأنت يا أخي الصغير، أخي كورولوس، أنت تعرف مدى قيمتك عندي ومدى حبي لك ومدى احترامي لك، على أنك رغم صغر سنك لكن يوجد بك طاقة ذكاء، يعني بسم الله ما شاء الله عليك. استغلوا. لم يبقى في العمر كثير. أنت تعلمون أناس جيدا ماتت في عمر الشباب،
اللهم طول عمركم ويعطيكم الصحة والعافية. أنتم تعلمون جيدا، وأنا نبهت على الموضوع ده قبل ما أشهر إسلامي لما كنت متواجدة معكم في المنزل، إن في شباب في عقد 20 يتوفاهم الله سبحانه وتعالى. فبالله عليكم أسرعوا إلى رضا الله سبحانه وتعالى حتى لا تخسروا دنياكم وآخرتكم. بالله عليكم واعلموا جدا ان انا احبكم جدا ولا استطيع الضرر لكم. بالله عليكم سارعوا، اسرعوا يا اهلي الاحباء، اسرعوا يا عائلتي. بالله انا خايفه عليكم، والله خايفه عليكم. جربي يا اختي اللسعه اللي انا يعني لو تذكرينا يا اختي ان روحي البوتاجاز وحطي يدك في النار، تخيلي نار جهنم. بالله عليكي كيف تستحملي النار بتاعت جهنم يا اختي؟ انا خايفه عليكي، والله خايفه عليكي يا اختي. كيف بتظهري نفسك متبرجه وباللبس الغير محتشم؟ بالله عليكي يا اختي، بالله عليكي احتشمي وتمثلي بذي الوقار. ولن تجد ذي الوقار والعفه والحشم الا في ظل الاسلام، تستترين وتتعففين بزي. بالله عليكي يا اختي، بالله عليكي فكري بالعقل وبالمنطق. ده انت حتى يعني اكتر يعني الناس كنت تقول عليك ان انت اكتر واحده عاجله فينا. بالله عليكي فكري يا اختي. وانت يا اخي العزيز الناس كلها كانت تنبهر بيك بره بذكائك. بالله عليك فكر. وانا متاكده جدا انك انت تعرضت لمواقف اسلاميه، وانا اعلمها جيدا انك انت تعرضت لمواقف اسلاميه. نعم كنت تتشدد بها بما انك مسيحي، بس بالله فكر فيها بالمنطق وبالعقل. بالله عليك. وانت يا والدي العزيز انا اعرف انك انت ذو قيمه في البلد. فكر ان الاسلام، حتى انت دائما كنت تمدح في المسلمين، تقول انهم ناس محترمين وناس ذو عقليه وناس متقين لله سبحانه وتعالى. وانت تعلم جيدا ما مثوى المسيحيين الذين يتمثلون بذي الكهنوت وماذا يفعلون. بالله عليك يا والدي العزيز، بالله عليك. انا كل اللي عايزه اقول لكم ان ما تقلقوش عليا خالص. انا في ايد امينه، والله العظيم في ايد امينه، ولم اتاذى باي ضرر كما تظنون. بالله عليكم يعني ادعوا لي واتمنى ان انا قبل ما اغادر واترككم انكم تكونوا يرضين علي. وانا يعني كنت اتمنى اني اخدمكم طوال عمري، وان انا اكون في ظل رعايتكم طوال عمري، ولكن رضا الله سبحانه وتعالى. الجنه تناديني. وانتم ايها المسلمون اتقوا الله في دينكم، لان ساعات العمر غير معروفه والله غير معروفه. ممكن انت وماشي في الشارع لا قدر الله تحدث حادث السياره، وهذه الامور انا شهدتها بأم عيني. يعني ده شيء قدر الله سبحانه وتعالى. وانت اختي المسلمه تعففي بذي الوقار. بالله عليكم تقربوا من الله سبحانه وتعالى، تقربوا من الله سبحانه وتعالى، فان الدنيا فانيه، والله فانيه. وادعو المسيحيات البنات اذا كانت توجد بنات يعني ليها قلبها يئن يعني ينشرح للاسلام، لا تخافي يا اختي، لا تخافي. بنات مثلي وغير كثير أقبلنا على الإسلام بغير خوف ولم يتأذون تماما، لم يتأذوا على الإطلاق. اطمئني يا أختي. إذا كنت تريدين إقبال على الإسلام اقبلي والحقي بنفسك يا أختي، فالعمر منقضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا الفيديو اللي أنا عاملاه ده هعمله عشان أرد على تصريحات القسم امتياز فوزي اللي عملها في موقع الأقباط المتحدين وشكك في صحة الفيديو اللي أنا عملته الأول.
اولا يا قسم امتياز الاسم طلع خطأ. اسمي الاصلي منال رمزي عزمي مملوك، مش اسمي منال رمزي عوض مملوك، لا اسمي عزم، اسم جدي عزم، وهذه بطاقة الشخصية. ده الشيء الثاني بالنسبة حضرتك بتقول ان صوتي كان مختلف. طب ازاي؟ ان كنت انا يوم الاثنين الموافق يوم 20/9 اتصلت بحضرتك وقلت لك ان انا اسلمت وتزوجت وطمن اهلي عليا وما تدورش عليا ان خلاص اسلمت ودخلت الاسلام، دخلت دين الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. وغير كده يا قسم امتياز في موقف حصل بيني وبينك. انا سافرت يوم الثلاثاء الموافق 14/9 قنا. يوم الحد اللي قبل يوم الثلاث رحت لحضرتك في الكنيسه واعترفت وقلت لك صلي لي انا رايح يوم الثلاث جنب. الموقف ده حصل بيني وبينك، ما حصلش بيني وبين اي حد. ورحت مع اخويا الصغير وبالاماره ادتني حلاوه، صح ولا لا؟ تمام. ده شيء بالنسبه للحد. طب انت متعود عليا البس بلوزه وبنطلون وتشوف حد ان انا جسمي ضئيل وكده يعني. طب انا لابسه لبس اسلامي، طبعا انت مش متعود على اللبس ده. لبس اسلامي واسع ومحتشم، فبالتالي هيظهر حجم كبير. ده طبعا عشان ما اعملش فتنه زي المسيح الاوان كان يعمل كده، ده زي مش بيعمل كده. ده الشيء الثالث بقى، انا مش مخطوفه، ما اتخطفتش، محدش غصبني على حاجه وانا مش مجبره. انا مش مجبره على حاجه من الحاجات اللي انت بتقول عليها دي خالص، بالعكس انا رحت بارادتي جدا. ورحت بالنسبه لتشكيكك في اللغه العربيه الفصحى، انا في كليه مش بنت اميه ولا واخده دبلوم، انا بنت في كليه ودارسه لغه عربيه على مدار من اولى ابتدائي لغايه عمري كله بدرس لغه عربيه. وفي كليه علم اجتماع تتطلب ان انا اتكلم عن المجتمع بطريقه لغه عربيه، واهلي عارفين ان انا يعني في اللغه العربيه كنت ممتازه، وخاصه النحو والبلاغه. ووالدي عارف الحكايه دي كويس. بالنسبه بقى لموضوع تشكيك في الاشهار، ازاي انت بتقول ان انا ما تمش توثيق اشهاري في الاسلام وانا رحت يوم الحد الموافق 19/9 رحت الازهر الشريف ووثقت اشهار اسلامي واعلنت اسلامي هناك، وادي برقم 387. ازاي انت بتقول كلام مش موجود عشان تنفي صحه ان انا اسلمت؟ لا، انا اسلمت واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دخلت الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى بدون غصبانيه بدون اجبار، محدش خطفني. مش عشان جريبتك، لا، عشان انا امنت بالدين. انا امنت بالدين بدون عشان جريبه كاهن. ايه يعني جريبه كاهن؟ ربنا خلقني ان انا جريبه كاهن خلاص يبقى اتقيد بذلك؟ لا طبعا، انا ليا فكر خاص بيا مش فكر كاهن. ده شيء بالنسبه. انا مش مخطوبه، انا قاعده في امان، متزوجه وقاعده في امان في ظل زوجي ومقتنعه بذلك. وزوجي ده ما اعرفوش، يعني اول مره تعرفني ما تزوجت، عشان ما تقولش بقى الناس اللي هي بس اتعرفت على واحد ومشيت معاه. وبوجه رساله لاهلي مره ثانيه، انا بخير، طمنوا عليا انا بخير وفي امان، ومحدش اذاني لغايه دلوقتي محدش اذاني خالص ولا اتعرض لي. انا زي ما انا. ده شيء. بوجه رساله للقسم امتياز، بقول لك كلمه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. دي آية من عند الله سبحانه وتعالى، أنا بوجهها لك أنت يا حضرة القسم امتياز. وبوجه لك برضو آية من سورة التوبة: وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أني يؤفكون. بعد كده بوجه رسالة بسم الله إلى النصارى المسيحيين اللي موجودين في بلدتي وعاملين نفسهم حزنين عليا ان انا اتخطفت بقى واسلمت، والبنت مسكينه صغيره ضحك عليها والكلام الفاضي ده. لا، ما ضحكش عليا، انا بنت مش قاصر، انا بنت وفي كليه ورحت جامعات واختلطت بالناس ومش قاصر. فبقول لهم انتوا عايزين طبعا ان انا ارجع، مش عشان خاطر الدين المسيحي، ارجع عشان الوضع الاجتماعي الموجود فيه. فانا بقول لكم
من قول كتاب الله العزيز العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تدخلوا الإسلام. الإسلام هو الوحيد اللي هيدخلكم الجنة، مش المسيح ابن مريم. المسيح ابن مريم رسول، عبد ورسول الله سبحانه وتعالى، وجاء برسالة وأنتم قمتوا بتحريفها. ده شيء. وأنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين أسلمت وأشهرت إسلامي وبوجه رسالة للمسلمين. أنا دلوقتي أختكم في الإسلام وبنتكم. وأقول لكم كلمة من كتاب الله العزيز. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتوهن أجورهن. وأسأل الله أن يهديكم، وسبحان الله وبحمده، استغفره وأتوب إليه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي الصوت، علي الصوت، اللي بيصرخ مش بيموت، علي كمان، علي كمان، بنتي ريدا وفين مريان، تقدر من البيوت، علي الصوت، علي الصوت، خطفوا اخواتنا من البيوت، يا كامل يا همك همي، روحي ودمي بدمي، يا كامل يا همك همي، روحي ودمي بدمي، يا جنود القداسة، انت رمزي للنجاسة، يا جنود القداسة، انت رمزي للنجاسة، يا جنود القداسة، انت رمزي للنجاسة، يا كامل يرفعي راسك، حط شنودة تحت مداسك، يا كامل يرفعي راسك، حط شنودة تحت مداسك، مش عاوزينها تولع نار، هاتوا اخواتنا من الكفار، مش عاوزينها تولع نار، هاتوا اخواتنا من الكفار، وانطرق من الدماء من المنيا لحد غزة، كل الكفر ملة واحدة، من المنيا لحد غزة، كل الكفر ملة واحدة، مش هتعدي ومش هتفوت، لو هنناضل أو هنناضل
هتطلع بره السور، اختي هتطلع بره السور، بعد الضلمه بيجي النور، بعد الضلمه بيجي النور، اختي هتطلع بره السور، اختي هتطلع بره السور. فين قانونكم؟ فين دستوركم؟ فين قانونكم؟ فين دستوركم؟ وشنو ده بيقوم بدوركم؟ وشنو ده بيقوم بدوركم؟ فين قانونكم؟ فين دستوركم؟ فين قانونكم؟ فين دستوركم؟ وشنو ده بيقوم بدوركم؟ وشنو ده بيقوم بدوركم؟ مش هتعدي مش هتفوت، مش هتعدي مش هتفوت. خطفوا اخواتنا من البيوت، خطفوا اخواتنا من البيوت. مش هتعدي مش هتفوت، مش هتعدي مش هتفوت. خطفوا اخواتنا من البيوت، خطفوا اخواتنا من البيوت. يا شنودة يا خنزير، يا شنودة يا خنزير. اسمك من دلوقتي نظير، اسمك من دلوقتي نظير. يا شنودة يا خنزير، يا شنودة يا خنزير. اسمك من دلوقتي نظير، اسمك من دلوقتي نظير. يا بيشوي يا حلوف، يا بيشوي يا حلوف. مصر بلدنا وبكرة تشوف، مصر بلدنا وبكرة تشوف. يا بيشوي يا حلوف، يا بيشوي يا حلوف. مصر بلدنا وبكرة تشوف، مصر بلدنا وبكرة تشوف. إسلامية 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 إسلامية، لا كنيسة مرئية. مش هنخاف مش هنطاطي، لينا الصوت الواطي، احنا لينا الصوت الواطي. مش هنخاف مش هنطاطي، احنا طلعنا الصوت الواطي. علي وعلي وعلي الصوت، اللي بيكتب مش بيموت. علي ويلعن اي سكوت، خطفوا اخواتنا من البيوت. علي وعلي وعلي كمان، فين ديرتنا وفين مريان. الاسلحة بتيجي منين؟ وشنو ده بيوديها فين؟ الاسلحة بتيجي منين؟ وشنو ده بيوديها فين؟ الكلام ده اكيد والسفينة في بورسعيد. الكلام ده اكيد والسفينة في بورسعيد. ثبتهم اللهم على دينك، انصرهم اللهم على اعدائك، انصرهم اللهم على اعدائك. الله اكبر 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 الله اكبر. يا شنودة والرئيس، يا شنودة والرئيس. دم المسلم مش رخيص، دم المسلم مش رخيص، دم المسلم مش رخيص، دم المسلم مش رخيص، دم المسلم مش رخيص. قول للأمر والأسير، دم المسلم مش رخيص. قول للأمر والرهبان، ليه الخطأ والنسوان. الله أكبر الله أكبر. يا شنودة يا خسيس، دم المسلم مش رخيص. يا شنودة يا خسيس، دم المسلم مش رخيص. قول للأنبا والرهبان، هنا في المريان. قول للأنبا والرهبان، هنا في المريان. يا شنودة يا خسيس، انت رمز النجاسة. يا شنودة يا قداسة، انت رمز النجاسة. يا شنودة يا ربيع. في مجلس الشعب كله قدم طلب إحاطة. أين ذهبت أختنا هذه الأسيرة وماذا يفعل بها؟ وهل الذي نشر عنها صحيح أم لا؟ تاخد حبوبها الوسط لحد ما وصلت إلى درجة الجنون. كل ده ليه؟ علشان أسلمت. ما أنتوا عمالين تقولوا حرية الاعتقاد،
والازهر شيخ الازهر الراحل قال لك المرتد لا يقتل، والمفتي بتاعنا بيقول لا يقتل، كل واحد حر في ان يرتد، مع ان هذا مضاد لدين الله مضادة كاملة. من ارتد من المسلمين قتل، حكم لم ينسخ أجمع عليه الأئمة. ومع ذلك اللي تنصروا من عندنا 3 4 وجهروا انهم تنصروا ولا واحد قال حاجة، وراحوا هناك، ودي اسمها حرية اعتقاد. اول ما اختنا تعتنق الاسلام وتبقى حرية اعتقاد تخطفها الكنيسة، اذا الرجال خاطفة معلومة ولا احد يتحرك وينقذ هذه المسكينة من العذاب الأليم اللي بتتعرض له. مين اللي عمال يزلزل الفتن؟ مين اللي بيعمل فتنة طائفية في البلد؟ نحن أم النصارى؟ النصارى قطعا هم الذين يفعلون ذلك، هم اللي بيلعبوا بالنار، وفي الآخر ستحترق البلد إذا ما كانش فيه عدل. اوعى تتصور ان الإنسان المظلوم إذا كان عاجزا يوما من الأيام أنه سيظل عاجزا. بتحصل فتنة حمقاء خرقاء تحرق الأخضر واليابس. هو البابا شنودة ده يطلع مين يعني؟ زعيم العالم كله؟ فالنهارده لما تطالبون ان احنا نعقل الشباب ونكلم الشباب، اتكلموا كلام معقول، اتصرفوا تصرفا معقولا، عشان لما اقدر اقول للشباب يا شباب الوضع كذا وكذا وكذا، ما يتهمنيش انا، يقول الدولة اشتريتك وادتك كام عشان تتنازل عن القضية. انا لن ابيع تاريخي ابدا علشان خاطر اجي في صف الباطل واسكت. لا، ساعتها بقى لا تقول للشباب تحت دراعك ولا تحت ايدك ولا تتكلم كلمة هيسمعوا كلامك. الشباب ساعتها هيدوسوني ويمشوا، ويدوس من هو اعظم مني واعظم مكانة مني. ليه؟ بقت فتنة عامة ما عادش حد ينفع يتكلم فيها بالعقل، خلاص العقل راح وانتهى، ما عادش بقى الا الشيطان الذي يحرك الناس. عشان كده انا بقول لابد من اخراج اختنا كميلة شحاتة من الاسر، او على الاقل تطلع تتكلم وتقول مع اختنا وفاء قسطنطين وسائر الاسيرات في اقبية الاديرة، يطلعوا يتكلموا يقولوا نحن تنصرنا ورجعنا الى ديننا الاصلي. اول ما يقولوا الكلمتين دول احنا هنسكت. انما يترك المسألة بهذا الوضع، انا ارى ان هذا نذير شؤم، والله المستعان. ما الذي يحدث؟ هذا شيء نسأل الله ان يلطف بنا، لان احنا حاسين ان كلنا مضطهدين، حاسين ان اللي بيحكم البلد هو البابا شنودة. وده مش كلامي، ده كلام الجرايد والمجلات وكلام الناس، وطبعا هذا الكلام مش جديد يعني، لما اكرر الكلام المكرر ليس جديدا. هل الامر كذلك فعلا؟ الله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.